تفتكر ليه الدولة أضافت المادة بتاعت البرمجة والذكاء الاصطناعي؟ أكيد الموضوع مش صدفة صح؟ الدولة مش بتضيف مواد علشان تملى وقت، هي بتضيف اللي اقتصادها محتاجه خلال السنين الجاية. بص للأرقام، صادرات مصر من التكنولوجيا وصلت ل 7.4 مليار دولار ومستهدف 8.5 مليار دولار، وفي أكتر من 75 ألف فرصة شغل مختلفة اتفتحت في مجال التك، فرص وشغل الشركات عالمية فتحت البرانش بتاعها هنا في مصر. العالم كله بيتحول للذكاء الاصطناعي، كل المهن ما بين طب ومحاماة وهندسة وغيرها من المهن، وكل مهنة من المهن دي محتاجة حد بيفهمها وبيفهم تكنولوجي في نفس الوقت. يعني القرار مش مجرد مادة زيادة عندك وخلاص، لا ده الدولة بتقول لك خد بالك ده المستقبل وده اللي جاي. فاللي هيفهم الرسالة دي ويبدأ من دلوقتي هيلاقي نفسه سابق غيره بسنين. عموما لو عندك قلق من اي حاجة او عندك سؤال في اي حاجة ممكن تسيب لي كومنت وانا هرد عليك. سلام.